عائشة وبصدام، خش باب سلالتك، خش باب سلالتك، خش باب سلالتك، خش باب ام الرضاع الكبير، ام الرضاع ابن ام الرضاع الكبير، رضع دسمه وجاي مرضعتك. أتى النبي إلى بيت عائشة ولقاها ترضع بواحد، قالها من هذا؟ قالت له إنه أخي بالرضاع. هذا موجود، هذا مشايخ مصر، هذا مشايخ مصر هم اللي حكوها. اي اللهم لعن عمر، بصوت ردد هالخبر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عمر وعائشة، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عمر وأبا بكر وعثمان وأبو هريرة وهند وعائشة وحفصة وأم الحكم ومعاوية، اللهم لعنهم جميعا عدد النجوم والحصى والرمال. المهم هسه انت من خرجت ام الروم فتحت مايك وظليت تسبينا وظليت تقول صدام تاج راسكم، صدام ما اعرف ايش. اعطيني المتبقي من صدام صلاة هذا الخيسه الجيفه. صلوات الله عليه، بعرها صلوات الله عليه. لا هم هاي مالتهم مال صدام صلوات الله عليه، مالتهم عليهم المهم النقاش. اذا انت تمجدين بعائشه يعني شو اسوي لك؟ شو اذبح لي شطلي مثلا؟ لا والله جد يعني زحمه عليك وعيب والله عليها كفارة، لازم تدفع كفارة، هي تدفع كفارة يعني، او تنذر روحها لاهل البيت يعني فدى. بالضبط تجاوزت علينا وقلت صدام تاج راسكم وتاج راس عمتكم. اعطيني شيء باقي من صدام. على شنو ملحد؟ اقول لك ورده ترى انا اؤمن بالله عز وجل احسن منك، والله انا ديني احسن منك. على الاقل انا انسان موقن بالله عز وجل وموقن بسادتنا ومتبرأ من اعداء سادتنا محمد صلوات الله عليه. هسه انت فعلا ترجين تعرفين دينك فدخلي بحثي حول عمر، ماذا فعل عمر بفاطمة الزهراء؟ من سمى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله إذا كنت ما ترجين تبحثين عمي تعالي أنا أفتح لك كاميرا وأطلع لك كتب موثوقة للإمام الصادق صلوات الله عليه ولأئمتنا وسادتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليه، وافتح لك كاميرا وأنت تقرين. احط لك الكاميرا قبال عينك واقول لك هاي تفضلي عزيزتي اقري، هذا سووه، هكذا سموا رسول الله، هكذا الامام الصادق صلوات الله عليه يقول بان هذا اليوم هو يوم الاستشهاد الفجيع. تعرفين ما معنى الاستشهاد المفجع او الفجيع؟ انها مصيبه. رسول الله صلى الله عليه واله يدس السمله من قبل عائشه لعنه الله عليها، وتجي بالألمان تقول والله أنا شيعية موالية فاطمية زينبية مهدوية رضي الله عنها علينا. أخوك ما كنت أعرف من زمان، ما كنت أعرف أنا، كنت أعرف قبل 3 سنين 4، ما كنت أعرف أنا أريد أفتح لي برنامج أو قناة إن شاء الله بحيل الله أهل البيت إلى الله مكنني. انظر من الواضح انها متسنده. لماذا؟ ما تقول صلى الله عليه واله، صلى الله عليه وسلم حتى وآل محمد. صلاة البتراء، صلاة البتراء هاي. من لا يصلي على محمد وآل محمد لا صلاة له، صلاة باطلة. يعني هسه انت تصلين على محمد الصلاة مفتورة ما شاء الله. هسه هي تقول، هسه نفرض على الواقع هي تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بس صلى الله عليه وآله وسلم ما تقول. هسه ما تقول ما نريد وآله وسلم، نريد صلى الله عليه وآله. معود خليها وسكيت. هاي الشيعة هاي شوف مو هم الشيعة 73 فرقة، مو هم الشيعة 73 فرقة يا محود، فرقة واحدة ناجية، فرقة واحدة يعني تريد تخليها من فرقة الناجية هي رحمة لوالديك. احكي حكايه بس اتمنى ما يكون واحد ما يزعل منها. اللي يثق بان عائشه
لعنها الله يجي نازع منزل واللي يقول إن عائشة ما سوت شيء، فأقول له هذا شوف نفسك أنت، جوز أنت عرضك مثل عائشة. وانا على شو نزعل؟ انا العنهم هذه حكاية بس بكل فرض بالصلاة، انا على شو نزعل؟ هذا يعني بس السنة رسول الله تجي على المال وتقول لا أنت عقلك مو مالنا. هسه لو مو تطردني، لو مو تدبني بالقائمة السوداء، انا شوفي معتقدي رافضي شيعي مهدوي جعفري، لو اتقطع وذر اموت مليار مرة واحيا مليار مرة ما اعوف مذهبي وابقى العن بهم الى ابد الابدين الى يوم يبعثون. بعد هسه لو اتقطع، لو مو تدبيني بالقائمة السوداء هذا اخر همي، لو مو تطرديني اخر همي هذا. عم احكي لك مختصر مفيد. هي حاليا تفضلت وقالت لأن عائشة رضي الله عنها. هسه انت ابحثي يا بنت، ابحثي. تمام. احنا شنقول لك حشرك الله مع من تحبين. انا انطردك، بس انت تسوق يعني ترفص بالكلام، قلت هاي لا يمها ولا تعرف. الله يحشرك مع عائشة. يابا مو اجيكم مو مال نقاش، انا شو وقت جيت عائشة رضي الله عنها، يا شو وقت منين جبت هذا الحديث، منين انا شو وقت انت قلت بأن هذا حق الرسول. عائشة تكون من تكون احترمها إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت وشو صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما تحترمها، هذا الشيء يا بعيني لا تحترمها، أستان شعري حاطة بجيبي. تمام. هسه ليش تقولي صلى الله عليه وسلم؟ ليش تقولي صلى الله عليه وسلم؟ انت سنية لو شيعية؟ جاوبيني، انت سنية لو شيعية؟ جاوبيني. ما تجاوبني. خليني احكي وانت اسكت. انا قلت صلاه، انا ذكرت الرسول فصليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يصير التسمية هاي، ما يصير يابا. من تذكرين النبي الى انت شيعية تقولين صلى الله عليه واله، اما صلى الله عليه واله وسلم كا انت شيعية لو طين لو كذب ضحكين على روحك انتي. انا من الصلاه اقول اللهم صل على محمد بس انا ذكرت الرسول ما يصير. فقلت صلى الله عليه وسلم. ما يصير، هاي بس السنة يقولون. ما يصير عمي، ما يصير. من تذكرين النبي لازم تقولين صلى الله عليه واله، اما صلى الله عليه واله وسلم. ما يصير صلى الله عليه وسلم لو صح سلم مثل السنه، ما يصير. صلاه البتراء هاي الشيعه ما يقولون عمي. اذا قلتي له واحد معمم يضحك عليك يقول لك انت مو شيعيه، تضحكين على روحك. انت تحكين صدق كذيب؟ انت وين تحكين؟ ناصرة شيعية وما تقولي صلى الله عليه واله، صلى الله عليه وسلم. هاي انت هذا شيعة اخر وقت. ما يصير يابا. اوقفي. آل محمد يا هم آل محمد، لا تكفريني هسه. آل محمد يا هم آل محمد. بس انا اريد اقول لك شو تريد انت هسه من تذكر الامام علي شو تقول؟ كلام الله علي. ما يخالف. بالنسبه لي كلام الله علي. ما يصير يابا. النبي احنا فواجب اقول صليت عليه. ما يصير صليت على الرسول يابا، ما يصير. هاي بس السنة يقولونها، السنة مو دينهم مزيف غلط يابا. ما يصير انت كشيعية ما يصير تقولي صلى الله عليه وسلم. ما يصير. انت تفتهمين شنو جاي يقول له؟ لا زين. اوقف لحظة راح اكضك بشيء اللي اخنقك منه. انت
بالاسلاميه قارئه اسلاميه، شنو مذكور بالاسلاميه؟ يلا جاوبيني. انما انت شيعيه وهلا هلا. شنو ذاك؟ شنو مكتوب بالاسلاميه؟ صلى الله عليه وسلم لو صلى الله عليه واله وسلم؟ يلا جاوبيني على هاي النقطه. أنا ملحدة وأنا مو زينة وأنتم عاملين شوف ما تجاوب، ما تقدر تجاوب. احنا قاعد نصحح الخطا اللي انت واقع ليش صحيح غلط انت ذا سوى كتبت علي يابا شيني مكتوب بالاسلاميه؟ انت مو قاريه اسلاميه لو لا؟ انت مو قاريه اسلاميه لو لا؟ فاليوم انتم تتجاوزون وترجعون تقولون احنا شيعة. فالشيعي الموالي ما يتجاوز، لا يصير اليوم يلقي الكلمة يفهم الانسان. انا قلت لك بكتب الرسول خليت علي فقط بس انا ارجع لي بالنسبة لصلاة على محمد وآل محمد. هاي ندري بيها كلام من نحكي يا اخي فهم الكلمة، لا تطيب بس تريد تتجاوب. يا علي يا بشر، انت مو قارية اسلامية لو لا؟ شيني مكتوب بالاسلامية عمي؟ اليوم اللي يفهم ويتعلم مو انت مو تحضر رد. انت اليوم انا افهمك وافهم انتم وين تبون توصلون، ما حاضر لكم رد. يا محمد بابا بالرسول واهل بابا بالامام علي واهل البيت ما تردون عائشه. هذا الشيء انا متقبلته من يمكم، متقبلته، بس اني بالنسبه لي اكراما للرسول ما اقدر اسب عائشه. هسه عوفينا من عائشه. هسه انت الرسول ما خليتي له احترام، هسه انت ال محمد ما خليتي لهم احترام، ما احترمتيهم. هسه جاي اقول لك شيني قاريه بالاسلاميه. هذه باعية هي باعية ما الإمام الحسين يقول باعية الإمام الحسين الألمان وردة فالباكيت خلص، باكيت خلص، شو فهمها؟ بس دقائق حبيبي خيال. انت اولا انت ساقل الصدام لازم يعني انت اصلا مو شيعي ولا يم الدين، فروح لي وصحح. هسه انا سالتك سؤال، قلت لك انتم في كتبكم تقولون بان الله عز وجل لديه صفات كالذراع والطول والقدم والعياذ بالله من هذا الكلام. هسه هذا شرك بالله عز وجل. خيال شوف حاليا قاعد تتلوق على ابوك يا ابو صدام حسين يا ابو سلالتك، كنت شيعي ام رافضي ام ناصري؟ انا ما انا تكلمت الحقيقه. انت حاليا قاعد هنا قاعد تتلوق للبنيه، هذا كل ما بالامر، وضجت وما عندك اي كلام تتكلمه مايك، يعني الكلام كله حقيقي ومن كتبكم وتعرف بها موجوده كتبكم، من الحنبل، من صحيح احمد، من البخاري، من المسند، هؤلاء كتبكم. عليه من هسه انت مو جاي اقول لك انت قاعد تتلوق للبنيه. المهم الالمان دزيت اشخاص وراح ادز لك ورقه بيها دلائل من الامام الصادق صلوات الله عليه، من الامام نفسه، الروايه من الامام والمؤلف موثوق وهو السيد علي القاضي. انا راح اتعجب يا اخي، راح اتعجب يعني مستحيل ما دارس